أريد أن أقول لكم الزوجة التي تتحمل بخل أو قساوة أو شر زوجها تكسب المسيح، هي أيضا شهيدة قبل أن تصير شهيدة. ما هي كل يوم جواها كلمة طلع جديد، أنا مش عارف أكمل، أنا عايز أنفصل، أنا عايز أفتح ملف، أصل أنا خلاص مش نافع. جبتوا منين الكلام ده؟ كلام مستورد، كلام من بره. لكن كم من أمهات وسيدات وشابات فاضلات أراهن في قلبي وفي عقلي إنهن أعظم من شهيدات، تفضل تصبر وتتحمله، وعارفة خيانته وعارفة شره وعارفة هو بيعمل ايه وبيجابل مين، وهي يقول عشان خاطرك يا رب، من أجلك يا رب إنه مات كل النهار، أنا مش عايزة أكسر السر ده، إن كان هو كسر يا ربي أنا هلم اللي كسره مش أكسره، أنا يا رب هفضل أتحمله وأكمل معاه علشان أكسبه ليك. الشهداء قبل ما يكونوا شهداء هم كانوا شهداء أصلا، واستشهادهم الأخير ما هو إلا إعلان عن أن هذا الشاب أو هذه الشابة كان شهيدا للرب، كان محبا للرب، كان خائفا للرب، كان ملتصقا بالرب، كان عريسا، كان محبا، كان محبوبا.